أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتنا أسرار التاروت. أعزائنا المشاهدين، ولأول مرة في العالم العربي نقدم لكم توقعات الأبراج بأوراق التاروت. أعزائنا، طريقة الاتصال بنا على صفحتنا في الفيسبوك أسرار التاروت. هناك تكتب رسالة على الخاص إنه تريد استشارة خاصة، وبعدها يتم الرد عليك وعمل الإجراءات اللازمة. تحياتنا، ونتمنى لكم أطيب الأوقات معنا في برنامج أسرار التاروت. أعزائنا، في هذه الحلقة نقدم لكم توقعات برج الجدي لشهر فبراير شباط سنة 2017 بأوراق التاروت. عزيزي برج الجدي، هذه هي البطاقات المخصصة لك لهذا الشهر، وهذه هي البطاقة الأولى وهي بطاقة العمل. وهذه البطاقة تعني هناك عندك بداية جيدة وجديدة في محيط العمل، قد تكون افتتاح محل خاص بك أو افتتاح مشروع جيد أو عمل جيد أو ربما رحلة عمل وهكذا. وهذه البطاقة إيجابية جدا للبدايات، وتدل على أرباح مادية وأرباح معنوية. هناك بعض الأشخاص يوعدوكم بمبلغ من المال ويوفون بهذا الوعد، وهذا المبلغ سوف ينقلكم نحو الإيجاب في محيط العمل. أما الذي له الرغبة في أن يغير عمله هذا الشهر، فهذا هو الشهر المناسب للحصول على مكان جيد أو عمل جيد. أما هذه البطاقة عزيزي برج الجدي، هذه هي بطاقة المال، وهذه البطاقة تعني أن هناك مقابلات ولقاءات حول المسائل المادية. الآن هناك خيارات مادية مطروحة أمامك في هذا الشهر، فاختار منها ما شئت. قد تحصل على مبلغ مادي أو قرض، فحاول عزيزي المحافظة على هذا المبلغ، لأنه سوف تستخدمه لاحقا بعمل تجاري أو لغرض مهام مهم قد خططت له سابقا. فلا تطلق يديك العنان وتصرف، وحاول أن تتذكر هدفك الأكبر الذي حصلت لأجله هذا المبلغ. أما الحب والارتباط عزيزي برج الجدي، هذا هو الحب، بطاقة الحب والارتباط. وهذه البطاقة تعني أنت تملك الكثير من الطاقة العقلانية، وتمتلك الكثير من القدرات والمهارات لإنجاح علاقتك مع الحبيب. عندك توازن جميل في داخلك تحب تعطيه للحبيب، وهذا التوازن هو بين روحك وجسدك وعقلك. وهذا الشهر جدا مهم، هناك الكثير من الكلام تود أن تقوله للحبيب وللشريك، وتود لو أن الحبيب أو الشريك يسمعك للآخر ولو مرة واحدة في حياته. هناك ترتيب أمور في مجال العاطفة، مفترق طرق، ستواجه الشريك بأمور لم يعهدها سابقا. أما هذه البطاقة عزيزي برج الجدي، فهذه هي بطاقة الصحة، وهذه البطاقة تعني الصحة جيدة نوعا ما في هذا الشهر، شهر فبراير، ولكن يجب عليك الانتباه إذا كنت تعاني من بعض الإصابات. يجب عليك التوازن في الغذاء والدواء والاهتمام في النوم، إلا أن تتماثل في الشفاء، وإلا سوف تشهد تراجعا في الصحة. أما من الناحية النفسية، ربما أنت بحاجة إلى ممارسة بعض الأمور الروحية، أو ربما أنت بحاجة إلى الصلاة والدعاء
لتنعم بالسلام الداخلي. عزيزي برج الجدي، أنت بحاجة أن تخلو مع نفسك وتخصص الوقت المناسب بعيدا عن الناس لأسباب روحية أو روحانية. عزيزي برج الجدي، هذه التوقعات العامة. أما التوقعات أو الكشف الخاص فيرجى الاتصال بنا على موقعنا في الفيسبوك أسرار التاروت. كانت معكم ست شروق، خبيرة التاروت في العالم العربي والأوروبي، وشكرا للمتابعة.